السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقة جديدة من حاجات جبناها من سوق الجمعة. طبعا الايباد ده من بره شكله جميل جدا، لكن لما تقلب الشاشة زي ما انتم شايفين كده التاتش طالع تقريبا، البطارية منفوخة فمخلية التاتش طالع لبره بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلينا في الاول نجيب الكحول بتاعنا، نبدأ ان احنا نمسح الجهاز مسحة حلوة كده. الايباد ده ايباد 2 64 جيجا. خلينا الاول ندي تنظيفة للجهاز بحيث ان هو لو عليه اي حاجة من تلامس الناس وكده في السوق هي تروح. طبعا زي ما قلت لكم تقريبا الله اعلم البطارية منفوخة تمام، فهي اللي عاملة شكل اللي هي اللي زقة التاتش لبره كده. طبعا جبنا موبايل السامسونج ده برضو، خلينا برضو ننضفه. زي ما انتم شايفين كمية الأتربة اللي طالعة من الحاجة، عشان كده بنصح أي حد بيجيب حاجات من الأسواق المستعملة دي إن هو يلبس كلوفز وهو بينضف الحاجة أو بيفتح الحاجة، علشان يعني الحاجات دي طبعا بيكون مليانة فيروسات. في نفس الوقت برضو أنا مش عاوز أرش مباشر على الموبايل علشان نسبة الكحول ما تبوظش حاجة في الموبايل. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده شكل الموبايل. طبعا افك الايباد ووريكوا البطارية منفوخة فعلا ولا لا. طبعا ده زي ما طلعت، زي ما انتوا شايفين كده طلعت التاتش القديم. هبدأ دلوقتي ان انا اشيل الشاشة. كل اللي انا بعمله ده علشان انا مقلق ان البطارية تكون اتنفخت في الجهاز. البطارية لو اتنفخت زيادة عن اللزوم هتكسر الشاشة، فحتى انا لو هسيب الموبايل او الايباد دلوقتي فلازم ان انا ارفع الشاشة. زي ما انتم شايفين كده برضو البطاريات منفوخة تمام، بطاريات مأكسدة في الشاشة من ورا. يعني انا برضو كان شكي في محله، بطاريات منفوخة. طيب خلينا نشيل الحاجات الزيادة حاليا، ولا مركب او اقرر ان انا اركب التاتش وغير البطاريات نبقى نعمل فيديو تاني ان شاء الله. كانت حلقة النهاردة واشوفكم على خير.